باش نحضروا اليوم مع بعضنا الكبسة السعودية، وصفة ياسر بنينة وتصلح للضيافات والمناسبات، سهلة وبسيطة وكلها نكهات من أبن ما تجربوا. خديت 2 كيسان رز بسمتي باش نغسلو بالكدا 3 مرات حتى يولي الماء نتاعو صافي، ونخليه نص ساعة في الماء ومن بعد نصفيه. في طنجرة نصب فنجان زيت، مغرفة صغيرة سمن والا زبدة، بصلة مفرومة جويدة ومغرفة كبيرة ثوم. باش نزيد اساس الكبسة اللومي وريقة رند عود قرفة وكعبة هيل، نخليهم مع البصل والثوم شوي لين يخرجوا النكهة نتاعهم، ونزيد كعيبتين سفندارية مبشورين وكعبتين طماطم، غرفة كبيرة طماطم معجونة. وكل ما نزيدوا مكون نخلوه يتقلى شوي. كملت فوحته ونكتب لكم لفحات تحت الفيديو. نخلطهم مع بعضهم، نزيد قراين فلفل حار، نكمل نحط افخاذ الدجاج، تنجموا تحطوا دجاجة كاملة مقسومة على 2. نحمروا الدجاج بالباهي مع لفاحات ونزيدوا الماء سخون لين يتغطى الدجاج، وما تنسوش الملح. نغطي الطنجرة ونخليه يطيب 40-45 دقيقة. وقت اللي يطيب الدجاج نخرجوا، نزيدوا الرز، لازم الرز يكون مغطي 1 سنتيمتر. نزيد نفوحوا زعفران وحده لومي وكركم. وقت اللي يبدا يغلي نقص عليه الغاز ونخليه يطيب في راحته. رجعت للدجاج دهنته بالصوص اللي باش نكتب لكم تحت الفيديو، وندخلوا للفور يتحمر. هذا الرز بعد ما طاب باش نطفي عليه ونغطيه، نخليه دريجين اخرين باش الرز يجينا كعبه بكعبه، ونقدموه في معون واسع. نزينوه بالدجاج والفيكيا شويه معدنوس وصحه وبالشفاء.